السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي يا جماعة أنا واخد صفقة لمدة 10 دقايق. الشمعة مدتها 5 دقايق والصفقة مدتها 10 دقايق، علشان أنا متوقع صعود إن شاء الله. وهناخد مع بعض صفقة دلوقتي بعد ما يعدي المنطقة اللي أنا محددها فوق الخط الأورنج. أول ما يعديها لازم نركز هنا بقى في التركية دي بقى، عشان أنا راجل أنا محلل الشرط. وإن شاء الله طبعا الصفقة اللي تحت اللي هي مدتها 10 دقايق دي هتخلص على نجاح بإذن الله. اهي الصفقة اهي، فاضل فيها حوالي 5 دقايق. نرجع للمنصة اهو. احنا كده عايشين الواقع مع بعض. بصوا يا جماعة، الفيديو طبعا مش طويل، فيديو بس احنا هوريكم ان الصفقة دي ناجحة، وهناخد صفقة تانية مع بعض، بس هتبقى ايه بقى لمدة 5 دقايق. ادي المدة اهي بظبطها معاكم على 5 دقايق بالظبط. يا ريت يا جماعة يعني ندعم القناة ونشترك فيها واتفرجوا على فيديوهات كويسة. هتلاقوا نفس اللهجة كده في الشرح، مبسط خالص، كل حاجة سهلة وخالص جدا وبسيطة. هعلمك تصطاد الصفقات اللي تكسبك بشكل يومي. سيبك من اللي هو يقولك شمعة 4 ساعات ومش عارف ايه. انا مالي يا عم بشمعة 4 ساعات، هسحن نفسي. بس هو صح في حاجة، انت بتبقى متابع السوق، متابع السوق كويس. بس انك تاخد صفقة 4 ساعات دي، انا لسه توقعاتي ما تروحش لكتير كده يعني. فاحنا دلوقتي انا توقعت صفقة وعملت صعود. الصفقة دي ان شاء الله هتقفل على ربح. اهي الصفقة اهي لسه اهي مفتوحة 3 دقايق وشوية. إيه الوقت بقى لو عدى الخط الاورنج ده، المفروض ان هو يرجع يرد تاني ويأكد معايا انه هيطلع. فانا هستنى ان هو يطلع. ده على تحليلي، لو انا محلل صح ده لازم يحصل صح. هو كده عداه ورجع اهو، وايه وشارخ. احنا بقى نطلع اسيع منه، عشان احنا ما خدناش الصفقة اول ما عدى ورجع السيكة اللي انا قلت لكم عليها. انا كنت بوريها لكم. فانا دلوقتي بضطر ان انا اخر، اخلي الشمعة تقفل بدري، عشان ممكن يحصل طبعا عودة، ممكن يحصل اختراق. بس اللي متأكد منه ان انا لو كنت فعلا دوست صعود من عند الخط الاورنج بعد ما عداه ورجع تحتيه تاني بسرعة، هو نزل تحت الخط بحاجات بسيطة قوي، ما نزلش كتير. بس هو اكد معانا وطلع تاني زي ما انا قلت. فالصفقة الاولى فاضل لها قد ايه؟ اهي دي الصفقة الاولى فاضل لها 44 ثانية، هنشوفها مع بعض. طبعا توقعي للصفقات اللي انا فاتحها، اكيد لو قفلت بنجاح يبقى انا ما بيني وما بين نفسي متفق مع نفسي ان انا حققت شروطي وحللت صح. فهمت الشرط ماشي ازاي كويس. داخل بقلب جامد. الصفقة طبعا المؤشر الابيض اللي على اليمين ده، اللي هو اللي بيتحرك بجسم الشمعة لفوق او لتحت، للصعود او الهبوط، لحد ما يقفل ويخش في شمعة جديدة. فهو الفعلي اللي هو الابيض ده اللي باللون الابيض. ده يا جماعة لو نزل تحت الصفقة اللي انت محدد الدنيا معاك تمام وكل مقاساتك مظبوطة، ما تقلقش لانه هيرد تاني. وحتى لو في اقل من الثانية، يعني حتى لو باقي كام ثانية ويقفل على خسارة، لا ان شاء الله مش هيقفل على خسارة، فيقفل معاك على على الربح. سواء انت محدد الصفقة صعود او محدد الصفقة هبوط، لازم تستخدم ادواتك.
نصيحة تانية، انت لازم تفكك من اي حد يقولك استراتيجية ومؤشر بيقولك صعود. بأكد كتير انا على المعلومة دي. مؤشر يقولك صعود فاصعد لمدة 3 دقايق، اصعد لمدة 5 دقايق. الكلام ده مش موثوق. والاخبار احنا قلنا برضو انت بتتابع بيها بس بتبقى مش موثوقة. بص اهي اهي، اهي الصفقة ايه خسرتني ورجعت تاني ردت. يعني هي نزلت وطلعت تاني ردت. دي انهي بقى صفقة؟ دي الصفقة اللي فوق اللي احنا خدناها متأخر. بس لو انا واخدها من عند الخط الاورنج مش هقلق خالص. بصوا اهو، مش هقلق خالص. مش هينزل تحت الخط ايه اهو. هي لسه ما قفلتش بس انا كنت مديها 3 دقايق. لسه ما قفلتش، هي كده قفلت وهي تحت الخط الاورنج. لو كان بقى لسه فيها دقيقتين كمان كنت هتلاقي الموضوع ايه مختلف شوية. احنا دلوقتي في صفقتنا الأولانية اهي، فاضل فيها دقيقة 3 ثواني. انا خليتها 10 دقايق طويلة طبعا عشان وهي شغالة اقعد اشرح لك ايه انت تدخل الصفقات امتى والكلام ده. بنسبة كبيرة طبعا انا خليتها 10 دقايق كتير انا عارف. بس ومش بتبقى مضمونة ان هي تبقى 10 دقايق. زي الصفقة اللي فوق دي انا خليتها 3 دقايق وخسرت فيها لان هي انا كنت بتكلم فطبعا تخطت تخطت الخط الاورنج. ف فطبعا اديتها 3 دقايق. طبعا دي مسافة كبيرة، ما يعني ما كنتش استغرق دقيقتين يعني. فهنا الغلطة. فحاول بقى ان انت ايه تتعلم من الحتة دي ان انت ايه ما تعدلش على التوقيت بتاعك. هتقولي مقصودة او مش مقصودة، هقول لك هي مقصودة بصراحة. ادي صفقتنا الاولى ما خفناش من اي حاجة وقفلت على ربح اهي. قفلت معانا على ربح. الصفقة اللي تحتيها دي قفلت معانا على خسارة. تمام، يبقى أنا زي ما أحلل صح لازم أتوقع صح. ما ينفعش أفنن. أنا عاملها مخصوص والله عشان ما ينفعش أفنن. بصوا هنا، دي الصفقات القديمة أهي عشان هو نفس الحساب أنا مغيرتش فيه حاجة أهي. هي دي الصفقات احنا لسه بادئين أهو. دي الصفقات أهي. دي بقى الربح. هتلاقي ربحك لو مشيت ورايا هيبقى أعلى من نسبة خسارتك. نسبة الخسارة اللي هنا دي برضو بقت تجربة صفقات ادي 10 دقايق. يعني كنت بشرح برضو ايه نفس الكلام. فأتمنى يكون الشرح عجبكم. وإن شاء الله كل يوم في جديد. عايز دعم بس و... وأي حد محتاج أي حاجة في الشرح يكتب لي في التعليقات. وإلى اللقاء في فيديو جديد. مع السلامة.